فيلمنا بيبدأ وبيحكي عن أسطورة الحلقات العشرة وبيمتلكها بطلنا النهاردة، اللي الناس بتقول إنه سرقها وناس بتقول إنه لقاها في حفرة. والحلقات دي خلت عنده قدرة خارقة وهي الخلود، وكان بيستخدمها بهدف السلطة، وعمل جيش وسماه جيش الحلقات العشرة، وانتشر الجيش في كل حتة، وكان الجيش ده سبب في وقوع حكومات بأكملها. وبعد 1000 سنة ما كفهوش اللي عمله والسلطة اللي حصل عليها، ودور على قرية سحرية اسمها تايلو، ودي قرية الناس اللي فيها بيتدربوا على القتال من الآلهة مباشرة. وخد الرجالة وشد على القرية دي، وفي طريقه ليها مشي في غابة سحرية محاوطة القرية، والأشجار اللي فيها قفلت عليهم، ووقعت العربية، لكنه بقدرته السحرية قدر يطلع من العربية قبل ما تقع. وقابل بنته سألها عن طريق القرية، قالت له انت مش مرحب بيك هنا واتفضل امشي. استخدم الحلقات العشرة ودخل معاها في معركة، وفي عز المعركة بيبص لها وبينبهر بجمالها وقدرتها على القتال، وهي كمان بتعجب بيه، وبيكون فاكر انه قوي وجامد. لكن البنت بتعرفه ان القوي فيه الاقوى منه وهزمته، وبيتجوزوا بعد كده وبيخلفوا ولد وبنت. وبتحكي الام لابنائها عن اسطوره ابوهم، وادته عقد وقالت له العقد ده هيساعدك انك ترجع لصوابك لو حسيت انك تايه. وبتعدي السنين وبيكبر الولد اللي اسمه شون، وبيشتغل فرد امن وصاحبته اسمها كيتي. كيتي بتكون بتحب السواقه وبتسوق بخطوره اي عربيه حتى لو مش بتاعتها، وبتكون صاحبته الوحيده اللي بيشاركها كل حاجه. وبيعدي عليها علشان يروحوا الشغل سوا، وبيركبوا الاتوبيس، وبيطلع لهم واحد وبيقول له هات العقد اللي في رقبتك ده. وشدوا بالعافيه ومسكوا 2 من اللي مع الراجل ده. وقالت لهم كيتي اكيد انتوا غلطانين، ده ما بيعرفش يقاتل اصلا. قال لها الراجل اخرس انت وزقها، واتعصب جون عليه وقام ضرب الاتنين التانيين بقوه، وكيتي بتنبهر بيه. وبعد كده بيقوم الراجل وبيقلع اللي لابسه، وبنشوف ان ايده مقطوعه وبيطلع منها سيف وبيحاول يهاجم شون، لكن فرامل الاتوبيس بتسيب وبيعمل حادثه. وحاول شون يسوق، لكن الراجل حاول يهاجمه تاني بالسيف، وقعدت كيتي هي اللي تسوق وبتستمر المهاجمه. وبيكون الاتوبيس ده عباره عن عربيتين، ومن قوه الحادثه العربيتين هينفصلوا. فقال شون للناس اللي في العربيه ورا يطلعوا قدام، وبيكمل قتال مع الراجل اللي حدفه على العربيه اللي ورا. وبيطمن شون على العقد لكنه ما لقاهوش، وبيكون خده منه الراجل. ولما بيروح البيت بتكون كيتي متعصبه منه جدا، ولما هدومه قال لها انه لازم يسافر لان اكيد الناس دي هتاذيها. اتفاجئت ان عنده اخت اصلا، ووراها الكارت اللي اخته بعتته له، وقالت له كيتي ان رجليها على رجله وهتسافر معاه. وقعد يفتكر شون ايام الطفوله ان ابوه كان بيعلمه فنون القتال، واللي كان بيعلمه هو اقوى الجنود في الجيش. وكان بيبقى مبسوط ابوه انه قوي وبيعرف يقاتل، وطلب منه مهمه وانه يروح يقتل حد. بنرجع تاني لكيتي وشون وهم في الطياره، وبتساله انت عملت المهمه دي فعلا؟ قال لها لا طبعا، وهربت من ساعتها وجيت على امريكا، وان اسمه الحقيقي تشانج شي مش شون. ولما بيوصلوا تشانج بتنبهر كيتي بجمال المدينه. ولما وصلوا العنوان بتاع اخته قابلوا راجل خلاه يمضي على ورقه، وسالوا على اخته لكنه ما ردش عليه. وبعد كده قابلوا راجل وصلهم لمكان مليان حلبات مصارعه، وقال لهم ان الورقه اللي ماضي عليها تشانج دي بتحتوي على انه هيصارع في مباراه هنا. رفض في الاول، لكن الولد قال له انت مضيت يا معلم خلاص. وبيطلع تشانج الحلبه، وبتتفاجئ كيتي من جسمه الرياضي، وبتظهر البنت اللي هتصارعه، وبتبقى اخته زو اللي بتكون شرسه جدا في المقاتله. وبيقول لها اهدي شويه، مش بتهدى، وبيجي له فرصه انه يضربها جامد لكنه مش بيعمل كده. وبرضه هي مستمره في المقاتله لحد ما ادته القضيه وكسبت هي. وبعد الماتش قالت له ان المكان ده كله ملكها. ولما سالته عن سبب زيارته قال لها ان ابوها بعت ناس يقلبوا مني العقد، واكيد هيعمل كده معاكي. وابتدت تلومه وقالت له انت ليه ضحكت عليا زمان، وقلت لي انك هترجع بعد 3 ايام، وفضلت مستنيه 6 سنين عند قبر امي وبرضه ما جيتش، لحد ما بنيت المكان اللي احنا فيه ده حته حته. وقال لها طالما انت مش طايقاني بعتي لي اجيلك ليه؟ قالت له انا ما بعتلكش حاجه. وراها الجواب، قالت له لا انا ما بعتلكش حاجه. وفجاه هجم ناس على المكان، وبتهرب اخته وبتسيبه، وبيهرب هو من الشباك، وبياخد كيتي وبينزلوا على السقاله. لكن بيهاجمهم الناس اللي هجمت على المكان، وبيتصدى لهم تشانج، وبيهاجم واحد منهم كيتي وبيقطع الحبل اللي رابطها بيه وبتقع. لكن بتنقذها اخت تشانج، وبتتصدى لهم اخت تشانج، وبينجح واحد منهم انه ياخد العقد منها. ولكن بيجري وراه تشانج وبيدخل معاه في مقاتله، وبياخد تشانج منه العقد، وبيبقى لسه هيقتله، ولكن ابوه بيتدخل وبيمنعه. وبيظهر ابوه وبيقول له وحشتني، وبياخد الاب اولاده وكيتي للامبراطوريه اللي بنيها. ولما دخلوا البنات الاوضه قالت كيتي لزو ابو
ابوكي ده جبار. وبنشوف تشانج في المكان اللي كان بيتدرب فيه زمان وقد ايه كان بيتجرح من كتر التدريب، ولما ابوه كان بيداوي جرحه كان بيبص تشانج على الحلقات. قال له ابوه لو عايزهم في يوم من الايام لازم تثبت لي انك قوي. وعلى العشاء ساله تشانج انت لقيتنا ازاي؟ قال له انا اصلا طول المده دي عارف مكانكم وتحركاتكم. وعرف تشانج ابوه على كيتي وبدا يحكي له قصه الحلقات، وقال لها ان الحلقات دي اديته كل اللي محتاجه، وكمان اديته الخلود وانه عايش اكتر من 1000 سنه لحد دلوقتي. وحكى لها عن امهم وانه لما شافها الدنيا في عينيه اتغيرت، وانها اتخلت عن كل حاجه علشان تبقى معاه، وهو كمان ساب الحلقات علشان يعيش معاها بشكل طبيعي، وعاشوا حياة طبيعية جميلة. وإن مراته كانت مسمياه وينو. ولما دخلوا المكتبة قال لهم إنهم بعد ما هربوا بدأ يتواصل مع مراته وبحث عن قريتها السحرية وعمل دراسات عنها، وإنه عرف مداخلها وإنه أمهم مستنيانا هناك لأنه بيسمع صوتها دايما وهي بتقول له يلحقها، وإن أهل القرية حبسوها هناك. ولكن تشانج قال لأبوه إن أمه ماتت ولازم يصدق. قال له اخرس أنا بحس بيها إنها عايشة، وخد العودين حطهم في عين تنين على الحيطة. وفجأة طلع فيضان مية من الحيطة بتملى الأوضة وبتعمل شكل الغابة السحرية على الأرض وبترسم متاهة. وقال لهم أبوهم إن مداخل القرية بتفتح في ميعاد معين، وأنا عارفه هنروح في الوقت ده اللي هو بعد 3 أيام وهنجيب أمكم. قالت له زولا واللي هناك ما رضيوش يفتحوا هنعمل إيه؟ قال لها عليا وعلى أعدائي وهنحرق القرية. ولما اعترض تشانج على كلام أبوه أمر جنوده إنهم يحبسوه. وهم في الأوضة بيتكلموا سمعوا صوت، وراحوا ناحية الصوت لقوا واحد واقف قدام المراية بيكلم نفسه. سألته كيتي انت مين؟ قال لهم انا تريفر ومحبوس هنا بقالي سنين. وظهر حيوان غريب كلهم بيتخضوا منه ما عدا تريفر، وقال لهم ده موريس وبيكون فاهم لغة كلامه. وتريفر بيقول لتشانج ان موريس بيقول له انه عارفه وعارف امه وعارف القرية اللي فيها امه وممكن ياخدهم لهناك دلوقتي حالا. وفي وسط الكلام عملت زو فتحة في الحيطة وقالت لهم انهم ممكن يهربوا من الانفاق اللي في البيت، وراحت تجيب مفتاح عربية علشان يستخدموها ويهربوا. والراجل ابو سيف اللي هاجم تشون في الاتوبيس بيشوفهم وهم بيهربوا وبيحاول يقفشهم ولكنه بيفشل. وهنا بيكون شايفهم ابوهم وهم بيهربوا. راح قال لابو سيف جهز الجنود لان الحرب هتقوم. وهم في طريقهم للقرية بيمشوا في الغابة وبيوجههم موريس يمشوا ازاي علشان اي مشي غلط فيها موتهم. وفجأة بيخبطوا في شلال وموريس قال لهم الباب بتاع القرية ورا الشلال، وبيمشوا بالعربية في مكان بيكون فيه المية طايرة. وبعد كده بيدخلوا القرية السحرية تايلو، وهناك بيشوفوا كائنات غريبة ودي بتكون عيلة موريس. وبيكون واقف لهم اهل القرية وبيعرفهم تشانج بنفسه وبيقول لهم راجل كبير امشوا انتوا مش مرحب بيكم هنا. وخرجت لهم ست قالت له استنى بس، وبتروح لتشانج وبتقول له انها نان خالته وخدتهم يتمشوا وعرفتهم على القرية وتاريخها. وقالت ان هدف القرية دي انهم يحموا الكوكب من حيوان ضخم موجود ورا البوابة لو خرج هيدمر الكوكب كله. قال لها تشانج ان ابوه فاكر ان امه ورا البوابة وبتستغيث بيه وانه لما يجي هيفتحها. وقالت لهم ان الحيوان اللي ورا البوابة هو اللي بيعمل كده علشان حد يخرجه ويدمر الكوكب. وبعد كده بنشوفهم كلهم وهم بيتدربوا حتى كيتي، وبنروح لابوه اللي بيبقى لابس الحلقات وبيفكر في مراته. وبيفتكر تشانج بعد كده ان امه ماتت بسبب ابوه وانها كانت بتدافع عن ناس هو اذاهم. ولما رجع ساعتها ابوه لقى تشانج جنب امه وهو بيعيط. بعد كده خدوا للعصابه دي وقتلهم واحد واحد وهو لابس الحلقات، وقال لابنه دين امك بيدفع بالدم. وبنشوف ان المهمه اللي طلبها ابوه منه هو انه يقتل زعيم العصابه اللي قتلت امه. وبعد كده بنشوف كيتي وهي رايحه لتشانج تقعد جنبه، وقال لها ان هو كذب عليها وانه هرب بعد ما نفذ العمليه، وانه دلوقتي عايز يموت ابوه لان دين الدم بيدفع بالدم. وبنشوف تاني يوم القريه مستعدين للحرب، وبيجي ابوهم ومعاه جنوده. ونان بتقول لابوهم ان مراته ماتت وان الصوت اللي بيجيلك ده من كائن لو خرج الكوكب هيروح في داهيه، لكن ما اهتمش وقال هفتح البوابه يعني هفتحها. وبتبدا الحرب وبيسيب الاب الحرب وبيروح على البوابه، ولكن بيشوفوا تشانج وبيروح وراه وبيفهموا انه ما ينفعش يفتح البوابه. وبيبداوا يهاجموا بعض لكن الاب بيبقى اقوى من تشانج وبيخبطوا جامد وبيوقعوا في النهر. ولما بيروح الاب يفتح البوابه بيطلع منها كائنات غريبه بتمسك في الجنود وبتسحب ارواحهم، ومش بتموت غير بسلاح من القريه السحريه بيكون معمول من جلد التنين. والكائنات دي بتسحب ارواح الجنود علشان يتغذى عليهم القائد بتاعهم. بعد كده اتحد اهل القريه مع الجنود علشان يخلصوا على الكائنات دي. وفي الوقت ده تشانج مغمى عليه في النهر وبيصحى فجاه وبيلاقي تنين قدامه بياخده وبيطلع يقتل في الكائنات دي. وبعد كده هاجم تشانج ابوه بالقوه السحريه بتاعه القريه، وبيقدر ياخد تشانج الحلقات ال10 من ابوه.
وبعدين بنشوف تشانج وهو بيرميها لابوه وقال له انها مش مهمه. وبعدين بيطلع كائن عملاق من ورا البوابه وهجم عليهم ولحق الاب تشانج، وسحب الكائن روح الاب اللي رمى الحلقات العشره لابنه قبل ما يموت. وزو بتركب التنين اللي بيدخل في قتال مع العملاق، وراح تشانج يركب مع زو التنين، وبدا القتال بينهم والاتنين بيغرقوا بعض في النهر لحد ما انهزم الكائن العملاق ومات. وبنروح للقريه وبنشوف ان ناس كتير فيها بتكون ماتت، وبيروح تشانج يحضن كيتي. وبالليل اهل القريه بيتجمعوا وبيولعوا شمعة على روح الناس اللي ماتت. وبكده يكون فيلمنا خلص.